السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويتربع ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متقدما بنقطة واحدة فقط عن جاري أتلتيكو، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة. ويدخل الفريق الملكي هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد تأهله إلى نصف النهائي كأس الملك بفوز مثير على ليغانيس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. يدرك المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن الحفاظ على الصدارة يتطلب الانتصار على أتلتيكو مدريد، حيث أن التعادل سيمنح برشلونة الفرصة لإحياء آماله في القمة، أما الخسارة فستمنح الأتليتيكو الصدارة. وتقام المباراة يوم السبت 8 فبراير 2025 في منتصف الليل ليل الإمارات، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباشرة على بين سبور. ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة أمام أتلتيكو بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى تيبو كورتوا، الخط الدفاع فاسكيز، شواميني، أسينسيو، ميندي، بينما الخط الوسط سيقوده فالفيردي، كامافينجا، رودريغو، بيلينغهام. وسيكون في الهجوم كل من فينيسيوس ومبابي. أما أتلتيكو مدريد سيبدأ بحراسة المرمى يان أوبلاك، خط الدفاع يورينتي، خيمينيز، لونغلي، جالان. أما خط الوسط فسيقوده سيميوني، ديبول، باريوس، جالاغير. أما خط الهجوم سيكون متكون من الفاريز وغريزمان. مع اقتراب هذه المواجهة المرتقبة هناك العديد من الأسئلة التي قد تحدد ملامح المباراة، خاصة فيما يتعلق باختيارات المدربين كارلو أنشيلوتي وديغو سيميوني. هل سيواصل أنشيلوتي اعتماده على التشكيلة الهجومية أم لا؟ عقب خسارة ريال مدريد الأخيرة أمام إسبانيول بهدف نظيف، علق أنشيلوتي قائلا: كنا نتحكم في المباراة بشكل جيد، لكن إسبانيول كان قويا في التحولات الدفاعية والهجمات المرتدة. لقد لعبوا بالطريقة التي أرادوها وسجلوا هدف الفوز. فهل يباغت سيميوني ريال مدريد؟ بالتأكيد سيميوني لن يغفل عن هذا التصريح، وقد يسعى لتنفيذ خطة مماثلة لمباغتة ريال مدريد، خاصة أن فريقه لديه سجل متوازن على البرنابيو رغم قلة استحواذه على الكرة. ففي آخر 11 مواجهة بين الفريقين على هذا الملعب في الليغا، بلغ متوسط استحواذ الأتليتيكو 36% فقط، وتلقى 192 تسديدة مقابل 92 تسديدة لصالحه. ومع ذلك كانت الحصيلة التهديفية متقاربة كثيرا، حيث سجل ريال مدريد 10 أهداف مقابل 8 أهداف لأتلتيكو، وفاز كل فريق في 3 مواجهات. يدرك الفريق الضيف أن بوسعه المنافسة رغم الفوارق الظاهرة، وهو ما يجعل قرارات أنشيلوتي محورية. السؤال الأهم الذي يواجهه المدرب الإيطالي هو: هل سيبدأ المباراة بالتشكيلة الهجومية التي ضمت كل من كليان بابي، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام ورودريغو كما فعل أمام إسبانيول، أم سيضحي بأحد المهاجمين لإشراك لاعب الوسط إضافي لتعزيز التوازن التكتيكي؟ هل مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد تحدد مسار اللقب؟ مع بقاء العديد من الجولات فإن هذه المباراة لن تحسم الدوري بشكل نهائي، لكنها قد تشكل نقطة تحول في صراع الصدارة. ريال مدريد يسعى للابتعاد بفارق مريح، بينما يريد الأتليتيكو خطف القمة من البرنابيو. في النهاية ستلعب التفاصيل الصغيرة، سواء من الناحية التكتيكية أو الفردية، دورا حاسما في تحديد هوية الفائز بهذه القمة المرتقبة. ريال مدريد بين الإبداع الهجومي والهشاشة الدفاعية، خصوصا غياب قلب الدفاع روديغير. يجد ريال مدريد نفسه أمام معضلة حقيقية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يدرك أن عليه اختراق جدار دفاعي صلب، وهذا الأمر يتطلب إشراك كل أسلحته الهجومية. لكنه في نفس الوقت يزيد من المخاطر الدفاعية، خاصة مع اعتماد أنشيلوتي على التشكيلة الهجومية بحتة.
كما أظهرت مباراة إسبانيول الأخيرة، فإن تمركز لاعب الهجوم المتقدم يجعلهم معزولين عن بقية الفريق عند فقدان الكرة، مما يمنح الخصوم الفرصة لاستغلال المساحات بسهولة، وخصوصا أمام دييغو سيميوني الذي يحب مثل هذه المباريات.